أنا تعبان أوي يا سيلي يا بنتي، تعبان أوي يا بابا يا حبيبي، مش عارفة أعمل إيه. أنت تعبان أوي وأنا مش عارفة أعمل لك إيه. أنا يا بابا لازم أدخل كلية التمريض عشان أعالجك يا بابا، هعالجك يا بابا ما تقلقش. بابا أنا جيت من الجامعة، بابا اصحى يلا، أنا جيت من الجامعة يا بابا، اصحى بقى عشان تاخد العلاج يا بابا، اصحى اصحى. بابا بابا يا بابا نمت يا بابا، ده أنا دخلت كلية التمريض عشان أعالجك يا بابا. ملحقتش، لسه في سنة أولى جامعة وملحقتش يا بابا أعالجك يا بابا. الساعة دلوقتي 9. طيب تعالى يلا يا بابا هندخل اهو، استحمل بس حضرتك عشان خاطري، والدي تعبان قوي ومش قادر يستحمل، دخلينا بس للدكتور بسرعة عشان خاطري، دخلينا للدكتور، والدي كبير في السن ومش قادر يستحمل. طيب اتفضلوا خشوا يلا. تعالى يا بابا تعالى، ده شبه بابايا جدا جدا، شبه بابايا يا حبيبي يا بابا، وحشتني قوي. بقولك هما راحوا فين؟ هما راحوا قسم الطوارئ عشان الفريق الطبي هيكشف على والدها. طيب. بصراحة يا حاج انت عندك انخفاض حاد في الدورة الدموية، انت هتتحجز في العناية المركزة، يعني هتتحجز كده لحد ما حالتك تستقر وتبقى كويس، ممكن تخرج عادي. ودي بقى يا طارق على العناية المركزة. ماشي. بصي ممكن حضرتك تخرجي وتستنيه بره عشان ما ينفعش حد يقعد مع حد في العناية المركزة وكده. بس ده والدي، عايز اقعد جنبه عشان خاطري، سيبيني. لا والله ما ينفعش، والله ما ينفعش، انت بس هتخرجي وانا يعني هقعد اعتني بيه عادي يعني واهتم بيه عشان ممرضة وكده يعني، بس انت ما ينفعش حد يقعد في العناية المركزة غير المريض والممرض بس، يعني هتهتمي بيه يعني. ايوه ما تقلقيش ههتم بيه والله. طيب ماشي، اهتمي بيه واعتني بيه. ايوه طبعا دي شغلتي انا ممرضة، وده كمان شبه بابايا اصلا يعني اكيد يعني زي بابايا. طيب ماشي، ياه شبه بابايا جدا. طيب هقعد بقى اعتني بيه. النهار طلع، طيب هروح اشوف ايه الحاج، ايه اخباره؟ حاج ايه اخبارك دلوقتي؟ اتحسنت ولا لسه تعبان؟ يا بنتي والله كويس، بقيت احسن. طيب انت كده بقى تقدر تطلع، هندهلك بنتك عشان تروح بقى لو عايز. لو سمحتي عايزة اشوف بابا. ايوه طبعا تعالي شوفيه، هو بقى كويس ولا ايه؟ ايوه هو بيقول ان هو يعني اتحسن شوية، تقدري يعني تاخديه وخلاص يعني كده، هو كده خلاص يعني تقدروا تمشوا. طيب شكرا بجد ليكي. عفوا على ايه. يلا يا بابا عشان نروح. انا هاخد لي بقى اليومين الجايين دول اجازة استريح شوية. انا جيت هخش بقى انام. الساعة دلوقتي 12 ومفيش لسه حالات. طيب انا هروح اريح في اوضة الممرضين شوية عشان بصراحة تعبت جدا النهاردة، فاروح اريح لي ساعتين كده، هريح بقى كده ساعتين. ايه ده؟ مين اللي بيخبط؟ يمكن في حالة جديدة. طيب هروح افتح. مين؟ ايه ده؟ عم محمود. ازيك يا سالي يا بنتي، عاملة ايه؟ ايه ده؟ ازاي عرف اسمي؟ الحمد لله كويس، بس حضرتك ازاي عرفت اسمي؟ اصلا يا بنتي سألت عليكي عشان كنت عايزة اشكرك على اللي عملتيه معايا، وان انتي اهتمتي بيا وكده لما كنت في العناية المركزة، فقعدت اسأل عليكي عشان كنت عايزة اشكرك، عشان انا كنت تعبان قوي ساعتها وما عرفتش اشكرك، وجاي اقولك شكرا يا بنتي، ربنا يجازيكي خير.
لا على ايه يا حاج؟ لا عادي، دي شغلانتي، وانت كمان زي بابايا. بس انت جيت تاني ازاي؟ اصلا انا يا بنتي بعد ما خرجت من المستشفى بساعتين تعبت تاني، وبعدين رحت الطوارئ ونقلوني للعناية المركزة، عشان كده يعني انا موجود حاليا هنا. طيب يا حاج. شكرا يا بنت على اللي عملتيه معايا، شكرا بجد. عفوا. طيب هروح اكمل نومي. ايه ده؟ بس ثواني، الحاج محمود شكله اتغير جدا، ده زي ما يكون شكله صغر 10 سنين، وكمان ده كان وشه اصفر قوي لما هو كان جه، ودلوقتي وشه مزنهر زي الورد وكويس جدا. وكمان ازاي خرج من العناية المركزة كده لوحده وقدر يمشي؟ ازاي؟ ده واقف وبيكلمني وبيتمشى في المستشفى ازاي؟ ايه ده؟ لا بصراحة انا شك في الموضوع، هروح اسأل. ايه ده مش موجود. انا عايز اعرف انتوا ازاي يعني سايبين شخص يخرج من العناية المركزة لوحده ويتمشى في المستشفى؟ ايه اللي انتوا بتقوليه ده؟ مفيش حد اصلا خرج من العناية المركزة، وبعدين ازاي يعني حد يخرج من العناية المركزة ويقعد يتمشى في المستشفى ازاي يعني؟ انتي كلام غريب فعلا. ايه ده صح، كلامهم مقنع، بس لا اكيد بس بيقولوا كده عشان ما يبينوش ان هم اهملوا في شغلهم. طيب دلوقتي انا اروح اشوف سجل الكشوفات بسرعة. بقولك، هو في حد في سجل الكشوفات اسمه الحاج محمود وكبير في السن وكده؟ استني هشوف. لا مفيش حد هنا اسمه الحاج محمود، ومحدش اصلا جه المستشفى قريب يعني اسمه الحاج محمود وسنه كبير وكده يعني، لا مفيش حد. ازاي؟ طيب هنزل اشوف سجل المرضى بتوع العناية المركزة. مريم بقولك كده، شوفي في سجل الاستقبال يعني حد كده اسمه الحاج محمود وكبير في السن، شوفي. طيب ماشي استني. حاج محمود وكبير في السن، لا مفيش اصلا حد جه المستشفى يعني اسمه الحاج محمود. ازاي؟ طيب ما احنا ممكن نشوف الكاميرات، استني تعالي شوفي الكاميرات وهنشوف فعلا هو في حد اسمه الحاج محمود جه ولا ايه. طيب انا عارفة شكله وهعرفه. ايوه هو ده، يعني انا كلامي صح، دخل مع بنته اهو، يعني انا كلامي صح. طيب شوفي كده في سجل الكشوفات تاني. طيب شوفي كده في سجل المرضى بتوع العناية المركزة، شوفي. طيب حاضر. اشوف. بصي، هو من بقاله يومين وكان جه الساعة 9 بالليل. لا المواصفات اللي انت بتقولي عليها دي لواحد اسمه الحاج محمد، هو فعلا جه من يومين الساعة 9 بالليل. ايه ده؟ يعني هو اسمه محمد مش محمود؟ عشان هو شبه بابايا فانا يعني ربطت في ذهني ان هو اسمه محمود. طيب وكمان الحاج محمد كان جه الساعة 9 بالليل واتحجز في العناية المركزة وخرج الصبح، وبعد ساعته من خروجه من المستشفى رجع تاني كان في حالة حرجة جدا، ونقلوه للطوارئ وبعدها نقلوه للعناية المركزة، وللأسف بعد 3 ساعات الحاج محمد اتوفى. اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي توفى؟ طيب هو في ايه؟ قولي في ايه. طيب استني هحكيلك. ده انا شفته وجه كلمني وشكرني. ازاي؟ ايوه هو مكتوب في ان هو توفى بقاله يومين. لا ازاي ده انا شفته، ده جه شكرني. ازاي؟ لا ازاي؟ مش قلت ان انت كنت نايمة؟ اكيد انت بتحلمي، اكيد انا كنت بتحلمي وشفتيه يعني في الحلم. لا ازاي؟ لا ده انا شفته وانا صاحية. ازاي؟ طيب احنا ممكن نشوف كل حاجة من على كاميرات المراقبة. طيب شوفي بجد، عشان انا بجد انا اشعرت وخفت قوي، انا اكيد يعني مش بهلوس. شوفي. طيب تعالي شوفي معايا على الكاميرات اهو. ايه ده؟ سالي ده طلع بجد. ايه ده؟ يعني انت كنت بتكلمي واحد ميت؟ سالي انا مش مصدقه، ازاي يعني كلمت واحد ميت؟ ازاي انا بهلوس اكيد. انا هروح عند دكتوره نفسيه. خلاص انا مش هينفع اجي السوق تاني بعد اللي حصل ده.
لا ازاي طبعا يا سالم، ما ينفعش تسيبي الشغل، في ناس كتير قوي بيبقوا محتاجين الشغل في الوقت ده. ايوه ما ينفعش تسيبي الشغل يا سالي. انا هقولك على فكره، انت تاخدي بس كده اسبوع اجازه عشان تستريحي وتنسي الموضوع ده كله، وصدقيني يعني مش هتندمي. ماشي، هاخد اسبوع اجازه عشان عايزه استريح فعلا. هنام. سالي يا بنتي، انا ما كنتش عايز ان انا اكون السبب في ان انت تسيبي شغلك، انا بس كنت جاي اشكرك على اللي انت عملتيه معايا وان انت اهتميتي بيا وكده لما كنت تعبان. وعشان ما تنسيش، ابوكي بيسلم عليكي ومبسوط منك قوي وكمان راضي عنك. ايه ده؟ الحاج محمد طلع لي في الحلم. ربنا يرحمك يا بابا، ربنا يرحمك يا حاج محمد. لا انا خلاص لازم ارجع الشغل، انا هرجع الشغل من بكره، انا لازم اساعد الناس كلهم، انا هساعدهم كلهم وهعتني بالناس كلهم زي ما كنت عايزه اعتني ببابا قبل ما يموت، وزي ما اعتنيت بالحاج محمد.